حتى لو فتحت مزرعه دواجن وقعدت ما اكلهمش 4 اشهر يفضلوا عايشين؟ يا حبيبي انا مش ساحر، مش عامل لك عليهم عمل. ربنا يستر على اللي جاي. السؤال السادس. الساتت. السؤال السادس بيقول: يتم تطعيم الطلاب في المدارس ضد مرض النلاف ولا النماف ولا النكاف ولا النشاف؟ النلاف ولا النكاف ولا الخشاف ولا ايه؟ مفيش خشاف. ما خشاف بتكسروا ايه؟ صيامكم على ايه يا عم انت؟ ما تقول حاجه يا جحش يا جحش. حرقوا الفلوس اللي بدفعها في المدرسه بتاعتك، كنت فتحت مزرعه دواجن. اتطعمت ضد ايه انت قول؟ انا رحت عشان اتطعم والله. لما دخلت عليهم افتكروني موجه في الاداره التعليميه وقالوا لي كل حاجه تمام يا استاذ، كل حاجه تمام. ما استفدتش منك باي حاجه، يا ريت كنت خلفتنيش. يعني مفيش حمام مفيش حمام. ولا انت هتكح؟ وانا كح ليه؟ طيب يبقى هو محاسبك على مره. طيب يبقى شوف وسيله تانية بقى، ممكن استعين بصديق؟ ماشي. ما مستنيين رايك. ممكن. بنطلب من الكنترول ان هو يتصل بصديق. انت سايب 3 ارقام في الكنترول؟ انت سايب 3 ارقام في الكنترول؟ خد اللي اخره 3 ستات. اللي اخره 3 ستات. اسمه ايه؟ استاذ محمود. محمود مين اللي هيتصل بيه ده؟ اكيد دكتور. استاذ محمود، اهلا وسهلا بيك. بنرحب بيك في برنامجنا مين هيكسب النص مليون. معانا صديقك حزلقوم على الهوا، محتاجك في مساعده. صديقي مين وحزلقوم مين؟ حياة امك يا محمود يا عرسه. مين محمود عرسه دي؟ عامل نفسك مش عارفني؟ على فكره انا قصدت اكلمك من البرنامج عشان عارف انه هيظهر لك برايفت نمبر، وعارف انك بتتهرب مني. الفلوس يا محمود يا عرسه، الفلوس. هو انت كلمته في البرنامج عشان خاطر فلوس بينكم وبين بعض؟ كان مستلف مني في 2013 50 جنيه شحن كارت وما رجعهمليش، وانا بصراحه قلت اضرب عصفورين بحجر واحد. منها لان ساعتها ندرت الندر، قلت هاخد فلوسي واجرسه. يعني انت ضحيت ب50,000 جنيه عشان 50 جنيه؟ الحق حق يا استاذ عمرو. يا عم كسر حقك، كفايه هبل بقى. يلا قول لنا اجابتك. الاجابه اهو. الاجابه ابعت يا اللي بتبعت. الله يخرب بيتك يا حزلقوم.